يا جماعة احنا في أزمة أدوية، بمعنى إن لو أنا كتبت لك دواء والصيدلي قال لك فيه البديل، خد البديل. هو البديل ده مش تقليد بتاعه يعني، لا هو نفس المادة الفعالة ونفس التأثير. فلو أنا مثلا كتبت لك مثلا كيورام أو هايبيوتيك، والدكتور الصيدلي قال لك مفيش مثلا ده، وفي اوجمانتين او في موكسيكلاف، ما هي نفس الماده الفعاله. يعني اقري كده الكلمه الصغيره اللي مكتوبه تحت مثلا الكيورام، هتلاقي اموكسيسيلين كلافيولينيك نفس التركيز 457 مثلا. فانت لو لقيتي نفس الكلمه مكتوبه اموكسيسيلين كلافيولينيك 457، خلاص هو نفس الدواء. فما تقعدوش تحيروا نفسكم عشان خاطر مش عايزين البديل. البديل ادام الصيدلي اللي واقف ده فاهم وعارف ودارس، مش مجرد واحد واقف وخلاص، عارف ان ده فعلا البديل بتاعه، خلاص تمام زي الفل. ادام شركه موثوق منها ونفس الماده الفعاله ونفس التركيز، خديه. ما تقعديش تلف الدنيا كلها على الدواء اللي انا كاتبه. احنا معترفين ان في ازمه ادويه جامده جدا، فلو الدكتور موجود فيه بديل خديه. ده كويس ان ده في ادويه مش لاقيين لها حتى البديل، فكونك لقيت البديل دلوقتي ده انجاز. فخديه وتوكلي على الله وربنا الشافي. وممكن تتواصلي مع دكتورك، انا مثلا عادي الناس بتتواصل معايا على الواتساب، هتبعتي لي تقولي لي في ده هاخده تمام، هقول لك اه زي الفل، خلاص. انما الصيدلي اللي واقف لو قال لك ده البديل ونفس الماده الفعاله، انت ممكن تقري نفس الماده الفعاله تمام زي الفل خلاص. لكن ما نقعدش نلف الدنيا كلها على الدواء البديل.